تعالوا وياي خلي نسوي أطيب شجر محشي باللحم. حضرت الطاوة وخليت الزيت على النار إلى أن حمى. خليت البصل بصلاية واحدة ثرمتها ناعم. انتظرت البصل شوية يصير لونه ذهبي. بعدين جبت نص كيلو لحم مثروم وخليته فوقه. بعدين جبت الفلفل الأسود والملح والكمون. تقدرون تضيفون بهارات بعد، لكن أني اكتفيت بهاي البهارات. نخلط المكونات كل زين إلى أن تتجانس. أكو ناس يحبون الأكل يكون سبايسي يعني حار، يقدرون يخلون فلفل حار، لكن أني هاي الأكلة حبيت إنه تكون أكلة تقريباً طبيعية بدون بهارات، حتى البهارات خليتها قليل. هسه أني حفرت الشجر مثل الدولمة وبديت أحشي الحشوة. انتظرت شوية اللحم يبرد، بعدين أحشي الشجر. بعدين جبت صوص الطماطة ودرته فوق بايركس الشجر. هسه جبت سيليفون وغطيته وأخليه أوديه بالأوفن. تقريباً خليته بالأوفن 40 دقيقة واستوى، وجيت زينته بالبقدونس. هنا أني طابخة التمن على صفحة وجبت صبيت لي لأن كلش جعت، والريحة طلعت كلش طيبة. إذا سويتوا هاي الأكلة اخذوا صورة للطبق وخلوه بالتعليقات وخلونا نشوف إبداعاتكم، وألف عافية. لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتفعلون الجرس حتى توصلكم وصفاتي أول بأول.